السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده، هي وصفه هذه البيتزا جميع الاسرار باش تنجح لكم. ما تنساوش اذا عجبتكم الفيديو ديروا لي جيم وديروا متابعه للقناه. ما نطولش عليكم، نروح مباشره الى المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي 500 غرام فرينه اللي كنت صفيتها من قبل، نديرها في ريسيبيون. نجيب زوج لي ساشي نتاع لا ليفور تاع الخبز، ما يعادل واحد 10 غرام هكذاك. نجي نديرهم في كأس ماء دافئ، ونخلطهم جيدا. بعدها داخل هذيك الفارينة نجي ندير حفرة في الوسط، نجي نضيف شوية ملح، ست ملاعق زيت زيتون، ونضيف الكمية نتاع الماء مع خمارة نتاع الخبز. ما تنسوش لاباط تاعكم هنايا لازم تجيكم مايها بزاف، لازم تجي فريمون مايها، لازم تكون تتلاصق وما تخافوهاش كي تكون تتلاصق. معناتها نبقى ندير الماء، ما تجينيش اون بات حاكمه روحها، لازم تجي بات طريه وتلصق في اليد. هكذا نجي نلم لاباط تاعي ونعجنها مده 10 دقائق. نحيها من الغيسيبيون، نعجنها مدة 10 دقائق هكذا تتلاصق، ما نزيد لها حتى فرينة، ما نزيد لها والو. نعجنها ونعاود نرجعها للغيسيبيون تاعي بهذه الطريقة. شوفوا كيفاش تجي تلصق. نغطي عليها باش ما يدخلهاش الهواء، ونخليها في الثلاجة مدة 24 ساعة. 24 ساعة ولا أكثر، تقدروا 24 ساعة، تقدروا 48 ساعة. هذا هو السر باش تجيكم منفخة وفارغة من الداخل. إذا هنا هاي ليك بعد ما جازت 24 ساعة، هاني جبت لاباط تاعي من الثلاجة. شوفوا كيفاش راهي. نجي ندير شوية زيت في يدي، نحيها من الغيسيبيون، نقسمها زوج خبزات بهذه الطريقة. ندير شوية فارينة في البلون دو ترافاي ونحطها هكذا باش تعاود ترجع على طومبيراتور امبيونت. باسكو شوفوا لاباط راهي باردة وراهي حاكمة روحها هكذا، ما نسرحهاش مليح، خليها حتى تعاود تسترجع هذيك لا طومبيراتور الدافية تاعها. نغطيها ونخليها تريح واحد ساعة هكذاك. هنا بعد ما ريحت وعودت ولات دافية، نجي ماشي نمشيها، ماشي نعجنها، ما نعجنهاش، شغل ندير الفارينة باش ما تلصقليش، باسكو لاباط تاعها راهي جايه مايها. ندير الفارينة باش ما تلصقليش ونجي نمشيها فقط، نمشيها هكذا باش نتحصل على الخبزة اللي راني حابة نطيبها.
هكذا نجي نديرها في بابي كويسون ونخليها ترتاح في منطقة دافئة، ما نديرهاش داخل الفور ولا نديرها في حتى بلاصة، نخليها هكذا، نخليها ترتاح مدة 3 سوايع هكذاك، 3 سوايع باش تعاود تتنفخ لي. معناتها كي تحبوا تطيبوها غدوة ان شاء الله ديروها اليوم اللي مقبل ونخلوها هكذا تريح باش تجيكم لداخل منفخة. هنا بعد ما ارتاحت لي مدة 3 ساعات العجينة نتاعي نجي ندير لها لاصوص طوماط اللي كنت وجدتها من قبل، وجدوها كيما تحبوا، شوية ثوم شوية زيت زيتون طوماطيش ندير لها مغرفة صغيرة سكر باش تروح لها لاسيديتي. عندي فخوماج موتزاريلا، انا حبيت نستعمل معها موتزاريلا، نتوما كيما تحبوا على حسب الفخوماج اللي راه متوفر عندكم. شوية زيتون اسود، اللي عندها الحبق تزيد لها الحبق، بازيليك يزيد جو بزاف شباب والشكل تاني مليح. نكون سخنت الفور من قبل على درجة 250، تكون درجة تاعو عالية شوية باش هداك الشوك تيرميك ينفخ لكم البيتزا نتاعكم. ندخلها طيب من تحت، بعدها نطلعها للفوق. هنا بعد ما طابت لي لتحتها شغل بدات تتحمر شويه من تحتها، نجي نطلعها الطبقه الفوقانيه. شوفوا لي بوردور كيفاش تنفخوا لي، شوفوا كيفاش راهم منفخين وفارغين لداخل. نجي نخليها طيب من الفوق حتى تتحمر لي، حتى يتحمروا لي بوردور. بعدها نجي نحيها من الفور. اذا هذا هو الشكل النهائي نتاع البيتزا تاعي. شوفوا جاتني منفخه لداخل وفارغه. نتمنى انكم تجربوها. ما تنسوش اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وديروا متابعه للقناه، والى اللقاء، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.